ايه مشكلة محمد صبحي وياسمين عز وعمرو أديب؟ المشكلة بدأت من أول ما محمد صبحي كان في لقاء وبيتكلم وبيقول أنا خايف أجي أروح السعودية أعمل عمرة، يقولوا إن محمد صبحي رايح عشان خاطر يعمل ترفيه أو رايح يعمل شغل هناك، وخايف أعمل أو أتورط في حاجة تبقى مش كويسة في تاريخ مصر وفي تاريخ السعودية وتمس التاريخين دول، لأن بقى في انفتاح في السعودية وده بيسبب أخطاء كتيرة وحاجات من دي. فورا هيجي الهجوم هنا من ياسمين عز. أول حاجة قالت لما تيجي تتكلم عن دولة شقيقة الزم حدودك وانت بتتكلم. الزم حدودك وانت بتتكلم يعني ما تتطولش بالكلام مع الدول المجاورة. هي مين الدول المجاورة؟ هي السعودية. طب انت مش محتواكي ولا برنامجك ولا ليكي في الكلام ده عشان تتكلمي فيه، ودي نقطة. النقطة التانية، عمرو أديب برضو اتكلم عن الموضوع. عمرو أديب عايش في السعودية أصلا، فلو حد هيتكلم فالمفروض يتكلم هو عمرو أديب فعلا، لأنه أصلا عايش في السعودية. والكلام كان يخص زي ما يكون كده بيخص تركي الشيخ، لان الدفاع اللي اتكلم دفاعا عن تركي الشيخ مش عن السعودية. فجه رد تاني خالص من داليا البحيري. داليا البحيري بترد بطريقة وبتسخر وبتشتم وبتهزق ياسمين عز على الملأ كده. عملت لها بوست قالت لها حشرة، يعني مش عايز اكمل بقية الجملة بس الموضوع كده فعلا حشرة. ايه الحجة اللي قالتها ياسمين عز؟ قالت انت عايز تغطي على موضوع السواق، نفس الكلام اللي قاله عمرو اديب، انت عايز تغطي على موضوع السواق وبتغير الموضوع ومش عارف ايه والكلام ده. محمد صبحي رد، محمد صبحي ما ردش لحد دلوقتي. طب ايه يعني؟ عملت مشكلة من غير مشكلة، مشكلة من غير مشكلة ما بين الكل. يعني في اطراف كتيرة عمالة تزيد في الموضوع، في اطراف عمالة تزيد. مفيش حد اتكلم خالص ولا دافع عن محمد صبحي غير هي واحدة بس، غير هي داليا البحيري. انما الباقي ساكت ومفيش حد اتدخل في الموضوع. بس لازم حد يتدخل في الموضوع، ولازم كل واحد يعتذر عن غلطه، لان الموضوع كده بدأ يكبر. كده احنا بنعمل اصلا مشكلة بدون مشكلة.